السلام عليكم. أهلا بكم في قناتي قناة أجريكلشر. موضوعنا النهاردة عن الطاقة الإيجابية. إزاي أحول طاقتي من طاقة سلبية لإيجابية؟ هقول لكم على 6 نقط مهمة جدا، يا رب تفيدكم إن شاء الله. لو عندي امتحان وعايز طاقتي تكون إيجابية أعمل إيه؟ هتعمل الست نقط دول. أول حاجة هتستحمى قبل ما تبدأ في المذاكرة. تاني حاجة طبعا عشان عارفين ان الاستحمام طبعا مهم جدا، انه بيحول الطاقة من طاقة سلبية لإيجابية. تاني حاجة ترويق الغرفة، طبعا الغرفة مهمة جدا. ولازم تروقها علشان بتشيل الطاقة السلبية اللي جواك وبتحولها لطاقة إيجابية، وتخليك سعيد كده وحاسس ان دماغك رايقة، لان اللي حواليك متروق ومظبوط. تالت حاجة تجيب قلمة ألوان معاك، لازم يكون معاك على الأقل قلم أخضر وقلم أزرق وقلم أحمر وقلم أسود، بس مكترش من القلمة يعني. رابع حاجة الورد، لازم يكون عندك ورد على الأقل آية واحدة بس لازم تقراها، والآية دي تكون آية انت بتحبها علشان تخلي طاقتك تحولها من طاقة سلبية إلى إيجابية. خامس حاجة وهي الصلاة، وهتعتبرها ان الصلاة دي هتعتبرها دقايق الراحة علشان تضيع وقتك في حاجة مفيدة. سادس حاجة حافظ على سورة الواقعة علشان بتجيب الرزق، وربنا معاكم يا رب.